السلام عليكم، يا أهلا وسهلا بحضراتكم. بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ما نبتدي موضوع حلقة النهاردة، معلش أنا عارف إن أنا بقيت أغلس عليكم في بداية كل حلقة اليومين دول، وبطلب منكم تدعموا الحلقة على قد ما تقدروا. ومش شرط إن حضرتك تحط لايك، لا، اللي أقصده إن حضرتك تتفاعل مع الحلقة، تحط لايك لو الحلقة عجبتك، أو ديسلايك يا سيدي لو الحلقة ما عجبتكش. والكلام ده طبعا بعد ما تشوف الحلقة للنهاية. والله العظيم انا مش بملي على حضرتك تعمل ايه، ولكن زي ما حضراتكم عارفين القناة بقالها سنتين كانت موقوفة بسبب قضية غزة. فبتمنى من حضراتكم بس شوية تفاعل على القناة، تكملوا الحلقة للآخر، واللايك أو ديسلايك على حسب لو الحلقة ما عجبتكش. وفي كل الحالات يشرفني رأيكم في التعليقات، وأنا ببص على التعليقات كلها، وبعتذر لكل بني آدم محترم بيشوف الحلقة دي على المقدمة دي والطلب اللي أنا بطلبه منكم. بس ما فيش غير حضراتكم اخواتي، يعني حبايبي، والقناة بتاعتكم زي ما هي بتاعتي، فمعلش يعني استحملوني، وريت تعملوا الطلب اللي انا طلبته منكم. من كام يوم كانت في حادثة عندنا في مصر، سيدة منتقبة دخلت مستشفى الحسين الأزهري تبع الأزهر الشريف، وخطفت طفل صغير لسه مولود. كانت قاعدة مع والدته وهي لابسة النقاب، ووالدته في غفلة منها، يعني الست دي خدته ومشي. والشرطة المصرية في أقل من 24 ساعة ما شاء الله وصلت للست دي وخدت الطفل ورجعته لأهله. بسبب الحادثة دي طلع الجماعة العلمانيين الإعلاميين زي عمرو أديب ومحمد الغيطي وطالبوا بمنع النقاب في الأماكن العامة. آن الأوان إنه في أماكن كثيرة لا تدخل لها سيدة منقبة. أنا آسف معلش، عايزة تبقي منقبة في بيتكم بقى. مع عدم وجود منتقبة لا في جامعة ومدرسة ومستشفى أو عيادة. ليه؟ أنا عايز أشوفها. في حاجة اسمها الكوميونيكيشن. الناس دي مبررها في الطلب بتاع منع النقاب هو الحادثة زي اللي شفناها دي، بيقول لك إن المنتقبات ممكن يستخبوا ورا النقاب. أنا مش هطول في الحتة دي، ولكن هرد عليهم برد واحد بس. شايفين حضراتكم الصورة دي، الست اللي حضراتكم شايفينها دي؟ خليني أفاجئ حضرتك وأقول لك إن الشرطة المصرية برضو قبضت عليها بسبب المحتوى الخادش اللي كانت بتعمله على السوشيال ميديا. ولما وصلت وبيحققوا معاها اتضح إن هو شاب. تخيلوا حضراتكم، والله راجل مش ست. ده هو ده؟ ده إنه هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجه، ايه شايف في منديل بقول؟ ومتخفي فين؟ في المكياج والباروكه والتبرج اللي حضراتكم شايفينه. انا عايز ارد بقى على الناس اللي بتطالب بمنع النقاب على حجه ان النقاب بيتخفوا ورا منه ويعملوا جرائم. بالمثل، انا هنا مش هقول النقاب فرض ولا سنه، ولكن انا هرد عليهم بالمثل. طب ما زي ما انتوا بتقولوا النقاب بيستخبى ورا منه المجرمين وبيعملوا جرائم من غير حد ما يكتشفهم، بالمثل ما تطلبوا برضو ان التبرج والمكياج والباروكة ده تتمنع، لان زي ما شفنا شاب اتخبى ورا لبس الحريم ورا المكياج والباروكة. فزي يا استاذ عمرو اديب وزي يا محمد الغيطي ما بتطلبوا يمنعوا النقاب في الاماكن العامة بحجة الامن القومي، يعني فالواجب برضو زي ما بتطلبوا كده تطلبوا كمان منع التبرج والمكياج الاوفر، علشان خاطر برضو الناس بتتخبى ورا منه. طيب يا صديقي، ممكن حضرتك تقول لي دلوقتي عمرو اديب ومحمد الغيطي والاعلاميين دول توجههم علماني، واحنا عارفينهم اي حاجه ليها علاقه بالدين الاسلامي حتى لو مظاهر وشعائر فبيطلعوا يهاجموها وبينتهزوا الفرصه علشان يعملوا كده. هقول لك يا صديقي دول علمانيين، لكن تخيل بقى لما يبقى استاذ في الفقه المقارن بجامعه الازهر يطلع ويأيد رايهم وبيقول ان دي مساله امن قومي، الدكتور احمد كريم. تعالوا نسمع كده كلام الدكتور احمد كريمه، علشان اقسم لكم بالله هعرض لكم فيديو بعد من الفيديو ده، يعني حضراتكم هتستغربوا هتتفاجئوا منه كتير. تعالوا نشوف الاول كلام احمد كريمه مع المشخصاتي تامر عبد المنعم وهو بيأيد موضوع حظر النقاب، والادهى والامر ان هو بيقول ان هو عاده، مجرد عاده مش عباده. نتابع كلام احمد كريمه في الاول ونرجع. في موضوع متداول على السوشيال ميديا برضو اليومين دول،
عن منع النقاب في الأماكن أو المؤسسات العامة. خلوني أخذ على الهاتف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، ونقول له السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على متابعيك ومحبيك وأنا منهم. الله يحفظك ويخليك. إيه رأيك في المقترح بحظر النقاب في الأماكن العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مما تقرر شرعا أن النقاب وكذلك البرقع عند البدو الرحل من العادات المباحة، ولولي الأمر حفظه الله ومن يفوضه حظر المباح كما تقرر في الفقه المقارن والسياسة الشرعية. كويس. فعلى ضوء ذلك معروف أن النقاب من العادات وليس من العبادات. إنه قد يكون من العبادات عند غير المسلمين، لأن طائفة الحريديم اليهودية النساء يرتدين النقاب اليهوديات كعبادة. يكونش اللي بنشوفهم كتير دول يهود يعني؟ اللي هم بيلبسوا النقاب دي لا، دي طائفة بس عددها قليل في فلسطين المحتلة. نعم. فعلى ضوء ذلك نعم نحن نؤيد لما نيجي نوازن ما بين المفاسد والمصالح. قرر الفقهاء أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى لو اعتبرنا النقاب من المصالح، لكن إذا أدى إلى اقتراف محرم أو ما يضر المجتمع فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. طيب زي ما شفنا كده، خدتوا بالكم من المقطع ده؟ دكتور أحمد كريمة بيقول لك إن النقاب مجرد عادة، وعادة يهودية كمان، يعني ملهاش علاقة أصلا بالإسلام. هفاجئ حضراتكم بقى وأوريكم مقطع رد على أحمد كريمة من مين؟ من أحمد كريمة نفسه. والله اسمعوا كده أحمد كريمة وهو بيدافع عن النقاب وبيقول لك إن هو من الدين مش عادة زي ما بيقول في المقطع الأولاني. نتابع المقطع ده ونرجع. عايزين نسمع حضرتك. لا، ما انا بقول لك عايز اسمع حضرتك وعايز اسمع الدكتوره يعني انا احارب المتنقبه واسيب المتبرجه واللي صدرها مكشوف ولابسه بنطلون محزق ما حدش يجي يتكلم عنها. احنا دلوقتي المنتقبه دي انا دوري كعالم شريعه احارب الاحتشام وادعو للتبرج. ضد امن المجتمع يا فندم. ممكن نسمع رايك؟ النقاب مجتمع يتربى غصب عنه على الاسلام. على الاسلام ولا على النقاب؟ لا، على الاسلام. لا، انت بقى بتخلي النقاب هو احتشام. بتخلي النقاب هو هل تنكر ان النقاب ممكن يكون احتشام؟ نعم ممكن يكون احتشام. مفيش احتشام ابدا، في ضرر مترتب عليه. انما التبرج مفيش ضرر. طب ممكن اسال سؤال؟ طب ليه ما بتقول ان يمنعوه؟ احنا نتكلم قول يمنعوه، لكن ما اقولش قول يمنعوه. اشمعنى النقاب اللي يتمنع؟ ما يتمنع التبرج. احنا بنتكلم في حاجه معينه. لا يا حبيبي، اعتداء على طيب لو سمحت هتمنع النقاب امنع التبرج يا استاذنا. النقاب ده ليس شرعيا. طب والتبرج ولا يقوم على دليل شرعي. والتبرج منهي عنه. طب ما يعملوا حمله، ما تعملوا في الازهر حاجه ضد التبرج. ساكتين ليه؟ احنا بنقول ساكتين في الازهر ليه؟ سايبين الناس تحارب الاحتشام يا دكتور كريم وجاي تتكلم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم يعني من سنه ما هي احسن. بالايه؟ نجادلهم. طب الدعوات دي ما تكون مزدوجه يا دكتوره، ما تكون مزدوجه لله. هقول لحضرتك حاجه، ما تكون مزدوجه. بتاع الحضانه ما حدش فتح بقه عن العاريات. الطفل بتاع الحضانه اللي بتدخل له منتقبه في هذا السن وبتربيه او بيتربى على الخوف وعلى طب واللي لابسه منيجيب مش هيخاف منها. يعني المنيجيب كويس في المجتمع. المنتقبه يعني المنيجيب كويس في المجتمع. لا مش كويس. ما هو ده احنا بقى دورنا كده. يبقى نقلع العمه دي. يبقى نقلع العمامه. انت عاملهم بالتساوي يا دكتور. ايوه عاملهم بالتساوي. لا والله المتبرجه اشد خطرا على المجتمع من المنتقبه. انا بقول لك يا بيه انت ماشي في الشارع. طيب لا اسمعني طب انا عارف ان في فكره في راسك بس مش مفيش فكره ولا حاجه. بس خليك معايا. والله ما في فكره. في الشارع في منتخبه ماشيه وفي متبرجه حاطه عطر نفاذ وصدرها مفتوح ومتحزقه من تحت. ايهما اشد فتنه في المجتمع يا بيه؟ ايهما؟ قول لي حضرتك. انت جاوب بالفطره وخاف الله.
انا ماليش دعوه السنه اللي فاتت تقول لك الشباشي هعمل مليونيه لخلع الحجاب. يا اخويا اتكلم عن العداله الاجتماعيه، اتكلم عن اداب الطريق، اتكلم عن المساواه، اتكلم عن خط الفقر اللي الناس شايف ان حضرتك بيتكلموا في الهيافه. طب سؤالي بس، فين القضايا الكبيره للمجتمع؟ فين الاقتصاد المتراجع؟ فين الاخلاق اللي تراجعت في الشارع؟ فين ادمان المخدرات؟ ما يتكلم عن الحشيش والهوريين والكوكايين. كل ده مطروح. ما مين اللي بيتكلم فيه؟ الدوله حمله عن الادمان؟ يا فندم. فين هي دي؟ وزاره الحكومه عامله حمله كبيره، حضرتك تشوف البانرز او تشوف اللوح بتاعتها في الشارع من النجم الكبير محمد رمضان الممثل. لا انا بقول لك في حمله ضد المخدرات. حمله معموله ضد المخدرات بقى لها حوالي دلوقتي شهر. ما سمعناش فيها. طب ما هي فين العلماء؟ وحمله ضد التدخين وحمله. انا بس سؤالي دلوقتي اللي كانت بتتكلم عنه الدكتور، ما احنا قلنا مش واجب بس مش حرام. مسألة مش واجب بس مش حرام. المساواة في المسألة، المساواة انك تمنع النقاب، امنع المتبرجة. ليه مش من حق المؤسسة العامة؟ حضرتك دلوقتي بتقولي انه مش من حق المؤسسة العامة انها تطلع قرار تقول والله إدارة المرور، فلنفترض ان إدارة المرور قالت انه انا مش هقدر اسمح للقيادة للمنتخبات لان ده بيخلي عندها هي خلل في الرؤية. وبالمناسبة بره مثلا بيقول لا ده انت ما تلبسش الرقبه، وشك كله مكشوف. خلاص ده قرار المرور، ما تلبسش الرقبه عشان ده بيمنع او بيعمل خلل في المرور. يبقى دي حاله استثنائيه، لكن انا النهارده لما اجي اعملها قاعده في المجتمع. انت طبقتها في المدارس، هل هذا حلال او حرام في رايك؟ يعني اسمعني حضرتك، انا اللي زعلان عنه حاجه واحده. وانا قلت لك في الاول انا ما بقولش النقاب انه مفروض، ولا انا جاي ادافع عن النقاب. انا جاي ادافع ان يكون في عداله في الطرح المجتمعي. ما تجيش النهارده تحط للنقاب قضيه وساب التبرج يعني والعري. مجرد وجود هذه العداله في راي حضرتك او دعوه لعدم التبرج دي يا استاذنا مفقوده. تقصير من الدوله تجاه انا معاك تجاه الاعلام المتبرج والازياء المتبرجه، لكن اين العلماء؟ اساليهم. لا ما احنا لنا دور. طب ما احنا جينا نتكلم اهو، بنقول ان النقاب اذا واحده لبسته محتشمه يعني انا لما الاقي واحده منتقبه بتصلي، بس خليك معايا قاعده بتصلي سبحان الله العظيم. شفتوا الدكتور احمد كريمه؟ مش بس كده يا صديقي، خليني اعرض لك مقطع ليه تاني لما حصلت برضو هوجة. هي كل فترة بتحصل هوجة على النقاب في مصر، وكان في وقت من الأوقات مجلس الشعب كان بيقدم قانون كمان لحظر النقاب في الأماكن العامة. تعالوا نشوفوا دكتور أحمد كريمة أيام ما كان دكتور أحمد كريمة بيقول إن الكلام ده لا يجوز شرعا. تعالوا نسمع المقطع ده ونرجع. إليكم أهلا بكم. معنا فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. إيه رأي حضرتك في المشروع اللي تقدم به النائب محمد أبو حامد، النائب المحترم محمد أبو حامد، بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية والتعليمية؟ أولا هذا رأيي الشخصي، طبعا هو أدرى بدوافعه، وإحنا نجدد ثقتنا أولا في مجلس النواب الموقر واللجنة الدينية في مجلس النواب الموقر ونحسن بهم الظن. لكن حضرتك انا اتناول المساله ليس من تشريع او تسنين قانون، انا اعرض فقط في خلاصه سريعه الراي الفقهي. بالظبط يا فندم. حضرتك يمنع او يحظر بالضبط ما كان محرما او مكروها بلسان الشرع. بالنظر في النقاب ليس حراما وليس مكروها، اذا لا يمكن تكييف بحال من الاحوال انه يمنع، فإن حكمه يتراوح ما بين الجائز أو المندوب. فإن نوت المسلمة أنها تتأسى بأزواجه صلى الله عليه وسلم أو ببناته رضي الله عنهن، فعلى حسب النية تؤجر. غير هذا وهذا جائز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله أن المحرم بالحج والعمرة حال الإحرام لا تنتخب ولا ترتدي القفازين، فدل بدليل المخالفة على أنها في حال الإحرام لا أن ترتدي النقاب ولا أن ترتدي القفازين. الثلاث مقاطع اللي شفناهم ورا بعض بالتدريج كده، المقطع الأولاني والثاني والثالث، يخلونا واجب عليا وعلى حضراتكم ندعي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان الله العظيم، الواحد ممكن يفتن في لحظة من اللحظات، فنسأل الله السلامة وحسن الخاتمة، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
في النهاية اللي عايز أقوله موضوع المطالبات اللي بتطالب بحظر النقاب دي مطالبات غير قانونية وغير شرعية أصلا. أنا زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة دي مش هوضح هل النقاب هو سنة ولا فرض ولا الكلام ده كله، ولكن يبقى إن حضرتك تبقى عارف إن النقاب من الدين. فكفاية إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا منتقبات، فلو الواحدة حتى لبسته من الباب ده ان هي بتتشبه بأمهات المؤمنين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فده لوحده كفاية. واكيد حضراتكم عارفين الحكم الشرعي واختلاف العلماء بين ان هو سنة ولا واجب، وبالذات في الزمن اللي احنا فيه ده. ادعوا معايا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تحياتي لحضراتكم لو وصلتوا معايا للثانية دي من الفيديو، وادعوا ربنا ينصر كل المسلمين حوالين العالم كله، وربنا يعز الإسلام وينصر كل المسلمين المستضعفين. تحياتي لحضراتكم لو وصلتوا معايا للثانية دي من الحلقة. ما تبخلوش علينا بقى تقيموا الحلقة، لو عجبتكم لايك، ما عجبتكوش ديسلايك، وفي الحالتين يشرفني آرائكم في التعليقات. وتحياتي لحضرتك لو وصلت معايا للسنة دي من الفيديو، معناها كده انك متابع متميز، وهتلاقيني بشكرك بنفسي لو قلت لي كده. واشوفكم في حلقة جديدة قادمة، ولحد الوقت ده بسيبكم في رعاية الله وأمن وحفظه. كان معكم أخوكم مدحت رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.